مستنية ايه لما يفضى وينشف وترميه؟ يلا بقى اوريك ازاي هتخزنيه. بس قبل ما ندخل على الطريقة والمقادير عايزين دعم للقناة بالاشتراك من على اليوتيوب، لاني مش هنجح ولا هستمر غير بدعمكم ليا من على اليوتيوب. وفضلا وليس امر من كل حبايبي اللي بيتابعوني من على التيك توك، لو فعلا مطبخ ياسمين جنيدي بيقدم محتوى سهل وجميل يا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب. اول حاجة نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. في فيديو النهاردة بقى هوريك ازاي تخزني التوم اطول مدة ممكنة في التلاجة، واظن دلوقتي هو الوقت المناسب اللي تشتري فيه التوم. في الاول كده هتفصصيه وتنفخيه كده كويس من القش، ولو بتغلبي في تقشيره هقولك بقى تعملي ايه. هتجيبي كوبايه من الميه كده وهتغرقيه بيها وتسيبيه كده في الكيس حوالي نص ساعه لما القشره تدبل كده وتطرى وتمتص الميه. بعد كده هتلاقيه يتقشر معاك بكل سهوله اكنك لسه جايباه من جديد. بتلاقي القشره طريه كده اكنك لسه مشترياه وهو لسه في اول موسمه. بعد بقى ما بننتهي من تقشيره في الكبة بقى أو في مطحنة الخلاط أو حتى كمان الهو. طبعا استخدامنا للتوم مش دايما بيبقى في طبيخ الخضار وبس، بنحتاجه كمان في تتبيل الفراخ وفي السمك وكمان البتنجان المخلل. علشان كده في الأول هنزل بنص كمية التوم. بعد كده معايا نوعين من الشطة الحمر، شطة حمرا حراقة والتانية شطة برد. ممكن نستخدم شطة سبايسي ومعاها كمان فلفل رومي أحمر. الشطة الحمرا مع الشطة الباردة بتدي كده بقى بتزود في الكمية، وكمان نسبة الحرقان فيها ما بتكونش قوية. ولو بتحب الأكل سبايسي وطعم الشطة يكون قوي كده في الأكل هتقدري تستغني عن الفلفل الرومي. نزلت بالثوم وهضيف له كده الشطة السبايسي وبعدين الشطة الباردة، هضيف لهم كمان قرنين كده من الشطة الخضر وهضربهم كده مع بعض بقى في الكب لما ينعموا تماما. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على الحبيب، ودعوة حلوة من القلب ان ربنا يشفيني ويعافيني واقدر استمر واقدم لكم كل جديد يا اجمل متابعين. دلوقتي الخلطة نعمت وبقت جاهزة، ما بضيف لهاش لا ملح ولا توابل. بحب اضيف التوابل بقى كده وقت الاستخدام على طول لما باجي اتبل بقى السمك او البتنجان او حتى تتبيلة الفراخ. في كيس تلاجة بقى وهبدأ اوزعه في كميات كده قليل علشان وقت الاستخدام ما طلعش الكمية كلها كده من التلاجة، اطلع منها على قد ما هستخدم بس. يا ريت بقى يا ست الكل بعد ما تخزنيهم ما تستخدميش منهم غير للضرورة بس، يعني في وقت كده تكوني مستعجلة او الكهرباء فاصلة ومش هتقدري تستخدمي الكبة وتنعمي التوم. وخصوصا ان سعر التوم دلوقتي مناسب جدا ومش غالي، افضل بكتير من اللي كنا بنشتريه في اول موسمه وهو لسه اخضر، يعني الكيلو بيصفى معاك نص كيلو اقل كمان. انما هو الكيلو دلوقتي بيقطع معاكي كمية كبيرة جدا. يفضل بقى ان احنا نحفظ ده في التلاجة ونشتري على قد استخدامنا برضه ونحفظ ده للضرورة، خصوصا انه في الشتاء سعره بيرفع وبيبقى غالي. في الوقت ده بقى يا ست الكل تبيني شطارتك وتطلعيه من الفريز. وتخزينه بقى بالطريقة دي افضل من ان انت تحتفظي بيه كده او تعلقيه في البلكون، ده طبعا متعرض ان هو ينشف في اي وقت ويفضى منه. وطول ما هو بقى سعره حلو في السوق وناشف كده والفص مليان، يفضل بقى ان انت تشتري كده وتعمليه طاز، وده بقى تحفظيه في الفريزر لأي ظروف قدامك سواء كنت مستعجلة او في نفس الوقت الكهرباء فاصلة ومش هتقدري تستخدمي الكب. بعد ما بحطه في الاكياس باجي بقى كده على طرف الكيس وبفرغ كمية الهواء اللي فيه، احاول اخليه من اي كمية هواء كده محتفظة في الكيس. وهاجي على طرف الكيس من فوق خالص وهربطه وهبططه بقى بالشكل ده علشان وقت ما اجي افكه يفك بقى كده معايا بكل سهولة، يعني انا كده قسمته على جزئين. الطريقة دي بقى بتسهل عليا كتير، بتخليني وقت الاستخدام ما بطلعش الكمية كلها كده، وعلشان ما بوظهاش مني واخلي عمرها يبقى قصير ما بخليهاش تفك كلها. بطلع كيس من دول، طبعا انا قسمها كده على طبقتين، هاجي بقى كده بالمقص او بالسكينة واقسمه الجزئين واخد الجزء اللي هستخدمه واشيل الباقي في التلاجة اسيبه بقى يفك براحته من غير ما اخلي الكمية تفك كلها. وانت بقى يا ست الكل في مطبخك هتحاولي تقسميه على قد الكمية اللي انت هتستخدميها، سواء كنت تستخدمي كمية كبيرة أو قليلة بالشكل ده. أنا هنا استخدمت على قد ما بستخدم الكمية اللي أنا بحتاجها، وهتحفظيه بقى في الفريزر وتطلعيه وقت الاستخدام. في الأول بقى أنا كنت مستخدمة نص كمية التوم، نيجي بقى لنص كمية التوم التاني. ولو الكبة اللي هتستخدميها كبيرة عن كده هتنزلي بالكمية كلها، بس أنا لقيت كمية التوم هتبقى كبيرة على الكبة قسمتها على مرتين ونعمتها كويس زي ما بنعمها كده للي هستخدمها للخضار. معايا هنا بقى علبة تلاجة أو علبة طحنية، المتوفر عندك هتستخدميه. غلفتها كده بقى بكيس تلاجة وهنزل بكمية التوم في الكبة بقى وهنزل بباقي كمية التوم.
وبعد ما بنعمها كده بقى كويس بضيف الكميتين كده على بعض، ولحد دلوقتي بقى ما ضفتش الاضافه اللي هتسهل عليا وقت ما اجي استخدمه، لان لو شلت التوم واحتفظت بيه كده اول ما هيخش التلاجة هيحجر معاه، واول ما هاجي استخدمه هيبقى ناشف كده ومش هعرف اغرف منه كده بالمعلقه. فعلشان كده بقى هضيف له نص كوبايه من الزيت، ويستحسن تكون نوعيه الزيت حلوه كده ما يكونش ليها ريح. ولو كميه التوم اللي هتستخدميها اكبر من كده هيبقى كوبايه كامله من الزيت. بعد بقى ما بضيف له الزيت هقلبه كده كويس بظهر المعلقه كده بقى، وهساوي التوم، وبكده بقى جاهز معاه. ووقت ما اجي استخدمه هيكون سهل معايا، لان الزيت بيخليه ما يكونش ناشف كده ومحجر، وقت الاستخدام هقدر اغرف منه كده بكل سهولة. بنفس الكيس اللي في العلبة، وهلم الاطراف كده بقى واجمعها كده في النص، واغطيها بقى كده بالغطا في كيس بقى من بتوع المطبخ او كيس من اللي بتجيبي فيه الخضار، وهتحفظي بقى فيه العلبة علشان نتأكد ان ريحة التوم مش هتطلع في اي حاجة مشترة في الفريز. وبكده بقى تحتفظي بيه لمدة أطول من غير ما تخافي لا يفضى أو ينشف منه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب. سلام يا أجمل متابعين.